بتروح شركة جديدة وبتبقى مش عارف هتشتغل ازاي ومفيش انتاجية، بتلاقي نفسك تايه وابتديت تتعزل وتاخد جنب لوحدك، حاسس انه ممكن يمشوك خلال فترة الاختبار. يبقى لازم تتابعنا النهاردة عشان هنشرح لك يعني ايه فترة اختبار، وايه المفروض يتعمل معاك عشان ما توصلش للمرحلة دي. فترة الاختبار probation period دي يا جماعة بنشبهها بمرحلة الخطوبة بين الشركة والموظف الجديد. بالنسبة للشركة، بتمكنها من تقييم مستوى الموظفين في جودة أدائهم ومهاراتهم وقدرتهم على الإنجاز. وبالنسبة للموظف، بتبقى فرصة لتجربة بيئة العمل والمهام المطلوبة منه ومدى التزام الشركة بشروط التعاقد. طب لو ما حصلش نصيب، يبقى للموظف أو الشركة الصلاحية في فسخ العقد بدون أي تعويض للطرفين. شايفك بتسأل دلوقتي وبتقول لي، هل فترة الاختبار دي بتبقى مكتوبة في عقد العمل؟ الإجابة طبعا، ومدتها 3 شهور تبدأ من تاريخ التعيين. وخلي بالكم، ما ينفعش يتعين الموظف تحت الاختبار لمدة أكتر من 3 شهور أو أكتر من مرة واحدة عند نفس صاحب العمل. ولأن الموظفين الجدد بيكونوا أسرع في التأقلم وأقل عرضة للاستقالة في أول سنة، لازم يتعمل معاهم حاجتين عشان الموظفين الجديدة يكملوا في الشركة وما يدوروش على فرصة تانية. أولا التوجيه orientation، وهو جزء أساسي من تأهيل الموظفين وبيساعدهم على الشعور بالراحة والترحيب في شركتهم الجديدة. وده بيبقى عبارة عن قعدة بيعرف فيها الموظف شوية معلومات عن الشركة من خلال ال HR، زي تاريخ الشركة، منتجاتها، الرؤية، الرسالة والقيم، الهيكل التنظيمي، سياسات الشركة، ثقافة الشركة. ثانيا التأهيل onboarding، عملية مستمرة بتبدأ من أول يوم لحد ما تخلص فترة الاختبار. هدفها دمج الموظفين الجديدة في ثقافة الشركة والتكيف في بيئة العمل وتمكينهم من فهم أدوارهم ومسؤولياتهم بسرعة. كمان بتساعد في تقليل معدل دوران الموظفين. وتبدأ أول خطوة بالتوقيع على كل الوثائق القانونية، زي عقد العمل، نماذج استلام المعدات والأدوات زي جهاز الكمبيوتر والموبايل. امضي اشول. امضي اشول. والنبي ابن حلال. امضي اشول. هنا اشول. بعدها بيستلم الموظف المكان اللي هيشتغل فيه، وبيكون مجهز بكل الأدوات اللي هو محتاجها، وبيتعرف على أعضاء الفريق من الزملاء والمشرفين والمديرين المباشرين. بعد كده بيتعمل جولة للموظف في جميع إدارات وأماكن الشركة عشان يتعرف على الزملاء في الأقسام التانية. وبعد ما يخلص في الجزء ده يخش الموظف بقى في خلاط الشغل، فيتشرح له الوصف الوظيفي ومهامه ومسؤولياته، وبيتحدد له الأهداف وبيتوضح له المتوقع منه. كمان بيتدرب عملي عشان يفهم طريقة الشغل، وبتشرح له طريقة استخدام الأنظمة والبرامج الأساسية. كل فترة بيتعمل تقييمات دورية بين الموظف ومديره لمعرفة تقدمه ولو في دعم يتقدم له. وقبل نهاية فترة الاختبار بيتعمل تقرير نهائي عن الموظف عشان يتاخد قرار إنه يكمل أو يتم الاستغناء عنه. ولو هيمشي، لازم يتعرض التقييم على الموظف ويعرف نقاط الضعف وإيه الأسباب اللي مخلتوش يكمل في الشركة. كمان بياخد كل حقوقه اللي اتفق عليها، زي مرتبه، راحته الأسبوعية، وأجازاته الرسمية خلال فترة شغله. وفي النهاية بنقول للشركات والموظفين، لازم يتعاملوا مع فترة الاختبار بكل جدية ومسؤولية.